اشتملت هذه السورة على جميع الأخطار الخارجة عن نفس الإنسان، عن كيان الإنسان، وربما حتى عن إرادة الإنسان. ولهذا ذكرها الله جل جلاله في قوله: قل أعوذ برب الفلق. والفلق هو اسم لكل من فلق وانشق، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا. فكما أن الليل بسواده يغشي، فإذا جاء الصباح انفلق ذلك الظلام واندثر واندحر وأشرقت الأرض بنور ربها، كذلك الأخطار مهما ادلهمت واسودت واجتمعت، فإذا جاء فضل الله ونور الله ورحمة الله انجلت كأن لم تكن، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. مهما اسود الليل فإن النهار سيجليه ويجليه ويذهب به. إذن قل أعوذ برب الفلق، هذه السورة حماية وحصنا حصينا من جميع الأخطار، وخاصة الأخطار الخارجية خارج كيان الإنسان. وقد ذكر الله جل جلاله فيها 4 أنواع من الأخطار. الخطر الأول خطر فلاق وما بعده. ثانيا خطر الخلق. ثالثا خطر الغاسق إذا وقب. رابعا خطر النفاذات في العقد، سحرة. خامسا خطر الحسد والحساد والعين والعائنون. وهذه الأخطار خارج كيان الإنسان في الغالب. فالانفلاق فالق الإصباح أمر تراه العين في الكون. من شر ما خلق، الله خالق كل شيء، ويدخل الإنسان في هذه لأنه خلق من خلق الله. ومن شر غاسق إذا وقب، قيل الغاسق الليل إذا وقب إذا أقبل، يعني أول الليل. وقيل الغاسق القمر، وقيل الغاسق السائر في ظلمة الليل ولا تراه العيون، فيدخل الشياطين ويدخل الميكروبات ويدخل الجراثيم وتدخل العين والحسد ويدخل أمور لا نراها. غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات صيغة مبالغة من النفث، والنفث نفخ مصاحب بريق. النفخ هواء من غير ريق، والنفث هواء بريق، والتفل ريق، فهي نفث فوق النفخ وتحت التفل. النفاثات في العقد، والمراد بها النفوس الخبيثة من نفوس البشر إذا اتصلت بالنفوس الخبيثة من نفوس الجن، وهذا هو السحر. النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد إذا حسد قيد الحسد بقوله إذا حسد، لأن الحسد لا يخلو منه إنسان، بل هي المعصية التي تعتبر أول معصية عصي الله بها. أول معصية في السماء الحسد، وأول معصية في الأرض الحسد، وسنأتي للتفاصيل. هذه أخطار خارجية.
أما الأخطار الداخلية فهي أخطر من هذه كلها، أخطر من غاسق إذا وقب، وأخطر من النفاثات في العقد، وأخطر من حاسد إذا حسد. النفس البشرية ووسوستها، والشيطان إذا استحكم من النفس ووسوس لها. ولذلك كل الأخطار التي كانت خارج كيانك استعذت باسم واحد من أسماء الله، قل أعوذ برب الفلق، بس رب الفلق اسم الله الرب. أما الخطر الداخلي فإن الله عز وجل وجهك وأرشدك إلى 3 من الأسماء: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الرب، الملك، الإله، تستعيذ بهذه الأسماء وهذه الصفات من شر واحد. بينما الأشرار كلها التي مضت باسم واحد، فدل على أن هذا الشر الذي اشتملت عليه سورة الناس أعظم من الأشرار كلها وأخطر من الأشرار كلها. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر خطر واحد: الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وله مصدرين: من الجنة وعلى رأسهم إبليس وأعوانه، والناس وعلى رأسهم نفسك ومن حولك من أصحاب السوء.